السلام عليكم. أقل من 24 ساعة لمباراة النصر والشباب في كأس الملك، واليوم بنعرف أرقام وإحصائيات الشباب وأهم وأخطر اللاعبين وتشكيلة النصر للمباراة. في البداية زي ما كنتم عارفين، الشباب في الدوري يحتل المركز ال11، سجل 17 هدف واستقبل 23 هدف. والشباب في آخر 5 مباريات خسر في مباراتين وتعادل في مباراتين وانتصر في مباراة وحيدة. وإذا ما كنتم عارفين، المباراة على ملعب الشباب، والشباب على ملعبه لعب 8 مباريات، فاز في 3 مباريات وتعادل في 3 وهزم في مباراتين. كما سجل 11 هدف واستقبل 8 أهداف. وأهداف الشباب ال17 منهم 8 من لعب مفتوح و6 من ركنيات وهدفين من ركلات جزاء. وهداف نادي الشباب المدافع المغربي رومان سايس سجل 3 أهداف. وأكثر من صانع في الشباب البلجيكي كاراسكو صانع 4 أهداف. والشباب هجوميا كل مباراة يسدد على مرمى الخصم 3 تسديدات على الأقل. وأيضا لاعبين الشباب أضاعوا 20 هدف محقق. والشباب أكثر نادي في الدوري لعب كرات طولية صحيحة ودقيقة بمعدل 34 كرة طولية، بينما الشباب دفاعيا خرج في 5 مباريات فقط بشباك نظيفة. وهو أيضا أكثر فريق حصل على بطاقات صفراء، 38 بطاقة صفراء، وأكثر فريق حصل على كروت حمراء 5 كروت. وأفضل وأخطر 3 لاعبين في الشباب كاراسكو وسايس وكويلار. لكن إذا ما كنتم عارفين، فكويلار بيغيب عن المباراة بسبب الإيقاف. وتشكيلة النصر في المباراة: نواف في حراسة المرمى، وخط الدفاع لابورت والعمري، وظهير أيمن الغنام، وظهير أيسر أيمن يحيى، وخط الوسط فوفانا وبرزوفيتش وأوتافيو، وخط الهجوم ماني ورونالدو وعبد الرحمن غريب. مشاركة غريب أساسي جاءت بسبب طرد تاليسكا في آخر مباراة في كأس الملك أمام الاتفاق. وبس اكتبوا لي توقعاتكم للمباراة، ولا تنسوا اللايك والاشتراك. في أمان الله.